ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهارده عن الناس اللي بتشتغل. برضو انا بحب اقول لكم قوي فيديوهات عن الناس اللي بتشتغل، عشان ده من واقع خبرتي في مجال العمل. لما يكون معاك زميل في الشغل وحصل، انت كنت عند المدير وحصل موقف وانت عند المدير، ما تروحش تحكي له، ما تروحش تحكي في المكتب اللي حصل عند المدير، ما تروحش تقول ده حصل جوه كذا وكذا وكذا واستاذ عبد المنعم ان هو يعني المدير قال لاستاذ محمود كذا وكذا 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 وحصل كذا وكذا. ما تعملش كده. اللي يحصل عند المدير ما تطلعوش بره، اللي يقوله لك المدير ما تطلعهوش بره، اللي يعمله لك المدير ما تقولوش بره، اللي يعملوا لك في المرتب المدير ما تقولهوش بره، لو اداك مكافأة المدير ما تقولش بره، لو عمل لك ايه المدير ما تقولش بره، لو زعق لك المدير ما تقولش بره، لو شتمك المدير ما تقولش بره، لو اتخانق معاك المدير ما تقولش بره، او اي حاجة عملها لك المدير او شفتها من المدير او سمعتها عن المدير او سمعتها من المدير ما تقولش بره. ليه؟ حافظ على شغلك، ده اكل عيشك، محدش هينفعك. الناس دلوقتي هتاخد الكلام منك وهيروحوا يقولوا له، ولو ما راحوش قالوا له هيقولوا الناس تانية، الناس التانية دي هي اللي ممكن تروح تقول له. فانت ما تضمنش الناس، ما تضمنش دلوقتي الناس خالص، ما تقولش حاجة، اللي تسمعه ما تقولوش خالص. وبالاخص بالاخص بالاخص في الشغل ده مليان ناس، يعني اعوذ بالله من غضب الله. والله بجد احنا بنشوفهم ان هم كويسين وبنأمن لهم وبنقول قدامهم كل حاجة، بس بيعملوا حاجات انت في غنى عنها. حافظ على اكل عيشك، حافظ على الشغل بتاعك، محدش لاقي شغل دلوقتي، ماشي؟ خلي اللي انت تسمعه جواك، ما يطلعش بره لاي حد خالص ايا كان مين. انت ما تضمنش اللي انت بتحكي له ده. صدقوني يا جماعه، انا اول ما اشتغلت كنت بحكي بقى، انا كنت داخله الشغل جديد، ما اعرفش بقى، انا داخله بحكي بقى يعني، وبقول حصل معايا وحصل معايا. بجد 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 الناس اللي هي كانت عامله حبايبي لبسوني في الحيطه بجد. فانا يا جماعه بقول لكم من واقع حياتي ومن واقع اللي انا بشوفه ومن واقع تجاربي في الشغل، انا بنصحكم لوجه الله، انا مش هاخد منكم حاجه. خلي بالك من الناس بتوع الشغل بجد. لو زميل ليك قالك حاجه ما تروحش تقولها خالص لواحد تاني، حتى لو يعني هو عامل حبيبك وانت ما تفهمش الناس اللي بتعمل حبايبك دي كده يعني. ممكن في يوم من الايام يقول ده قال لي وقال لي وقال لي، وانت ساعتها تبقى تلبس ليه مع الناس يعني. ريح دماغك، اقعد ساكت، اقعد ساكت، يعني خليك ساكت وما بتسمعش اللي يتقال قدامك، ما تردش، ما تاخدوش وتقوله لحد تاني، ما كبر دماغك. والله تكبير الدماغ ده يا جماعة بيدي صحة، بيدي كده، بيخليك عندك حيوية، عندك نشاط، عندك كل حاجة. طول ما انت ما بتتكلمش وما بتسمعش زي الفل، زي الفل، الدنيا حلوة معاك. ما تحاولش بقى ان انت بقى تكتر في الكلام بقى، وتسمع من هنا ترمي هنا وتجيب من هنا تودي هنا وبتاع، انت هتعيش في جحيم، هتودي نفسك في داهية، هتجيب لنفسك وجع الدماغ ووجع القلب والمشاكل. وليه نعمل مشاكل مع المدير، ولا نعمل مشاكل مع زميلنا، ولا نعمل مشاكل هنا وهنا؟ كفاية الشغل وكفاية الحياة وكفاية اللي احنا بنشوفه وكفاية العيشة وكفاية كفاية كفاية كفاية. اقعد ساكت. السكوت ده جميل جدا، السكوت ده بيدي طاقة كده وحيوية ونشاط وهتبقى مرتاح وهتحس ان انت الدنيا حلوة معاك. دي رسالة لأي حد بيشتغل، اعمل اللي انا بقولك عليه، صدقني صدقني هتكسب في حياتك جامد قوي. بس كده. لو شايفين ان الفيديو ده ممكن يفيد حد، اعملوا له شير واعملوا لي اشتراك او متابعه حسب ما بتشوفوني على اليوتيوب او الفيسبوك، واعملوا لي لايك، وقولوا لي برضو في التعليقات انتوا رايكم من رايي ولا ايه. واشوفكم فيديو جديد ان شاء الله على خير، وباي باي.